دي رسالة لغرب كردفان أولا، ورسالة للعالم أجمع. رسالة للعالم أجمع أن إحنا المهندسين الاثنين عبد الناصر وأخونا النور الدايم تركوا بصمات واضحة من يوم اندلاع الحرب وتاريخ الليلة. لو كان فيهم روحة فلول كانوا مسكوا بدري، لكن نحن كمجتمع محلي وإدارات أهلية والله للآن ما بنشوف فيهم ريحة فلول. والموقع المصورين منه نحن بصماتهم واضحة فوق، بصماتهم واضحة فوق. وتأسيس تعلم تمام عبد الناصر ما زول سهل. عبد الناصر عملة صعبة، عملة صعبة. يعني احنا في الوقت الراهن محتاجين لهذا المهندسين. طيال الفترة أهلهم ما عطشوا، أهلهم ما عانوا من أي حاجة. في الوقت يعني احنا الدولة منهارة والمجتمع ما عارف أي جهة يلجأ لها، بيلجأ لهذا النفرين، ده ماسك التنمية وده ماسك مدير شركة. يعني احنا يا جماعة الكلام ده كله الحسي يعني احنا مصورين فوق ده تركت الحكومة السابقة، لكن من بعد الحكومة السابقة في ناس داروا الإدارة دي إدارة صحيحة، إدارة صحيحة. عبد الناصر بيمثل وزارة النفط ونور الدايم. التنمية اللي بتجي من الوزارة قاعدين ينفقوها على إنسان غرب كردفان. ساهموا في المدارس، ساهموا في الدوامكي، ساهموا في المستشفيات، ساهموا في كل خدمات المجتمع المحلي. واليوم يا جماعة انقبضوا قبضة عصافير. يعني احنا والله الكلام ده ما بنسكت عليه خالص. اصلا ما بنسكت عليه. انا العمدة عبد الله خليل عمدة بليلة، عبد الله خليل عبد السلام عمدة بليلة، الكلام ده ما بنسكت عليه. ناس انقبضوا زي الطيور، ناس مهندسين على مستوى نهضوا بالمنطقة دي للأمام. الحين الصيني مكلف عبد الناصر تكليف عام، ما لما يجيب اي زول ساكت من غرب كردفان ده يجيب يكلف في الشغل ده. لو ما انسان قدر المسؤوليه ما كان كلفه في الكلام. نحن يا جماعه نناشد اهلنا في نيالا. الناس دي امبارح وصلوا نيالا يفك اسرهم. نحن محافظين على الامن تماما، والله كوبايه هنا ما تنكسر. الله اكبر. ومشكله بيناتنا ما في حاليا. اي مشكله ما تندلع بقول لك دول الفلول، لان احنا القاعدين دول ما فوقنا فلول، ومشكله بتندلع ما في. والله نمسكها من قرون هذه، الناس دي كم ماتوا من بعدهم ما نحن ما قاعدين، ما متنا كلنا نحن انسان غرب كردفان من بعدهم ما نحن قاعدين. ولا الليله للان لا في زول عير زول، لا في زول شتم زول، ولا في زول ضل الطريق. هنظل محافظين على المسيره دي لحد ما اولادنا ديل ينفكوا. وانا بناشد ينفكوا بالغريب العاجل، لان هيساعدونا في الامن. اولادنا في المقدمه ما يرجعوا، اولادنا في المقدمه ما يرجعوا. الناس اللي كتبوا التقرير ده التقرير ما موفق وما وقته. تقرير ما موفق وما وقته، ما وقت التقرير. الناس اللي قاعدين دول كلهم اولادهم في المقدمه قدام في الابيض، والابيض محاصر حاليا. لما يرجعوا علينا 300 و400 ولا 1000 دي يا جماعه دي نكسه، دي نكسه. وانا برجو ان تعيدوا النظر في الناس اللي كتبوا التقرير وتقرير كذا. بارك الله فيكم وجزاكم